السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب الوردانيتو، اهلا بكم في ملعب الورداني. حلقة النهارده كالعادة بوم البوم كلها سسبنسو واثارة والفولت عالي ومالي على الاخر. هنتكلم بتفاصيل كتير واحداث مهمة جدا لاخر اخبار واستعدادات المارد الاحمر النادي الاهلي والفارس الابيض نادي الزمالك. هنوضح كل حاجة بالتفصيل، بس في البداية رجاء من كل اخواتي وحبايبي قبل ما نبدا في الحلقة مع بعض نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخالص التعازي لاعب نادي الزمالك سيد عبد الله نيمار في وفاة والده. ربنا يرحمه رحمه واسعه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته هو والدي وجميع امواتنا. وما ننساش ندعي لاخواتنا فلسطين، ربنا ينصرهم ويزيل هذا الكرب والبلاء الغاشم والضعيف، امين يا رب العالمين. وما تنسوش يا حبايب الوردانيتو فضلا وليس امرا قبل ما نبدا في الحلقه مع بعض اللايك والشير وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. احنا مكملين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعمكم المستمر لينا وانتم ذوقوا يا حبايب الوردانيتو. ويلا بينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا باهم التعليمات اللي نبه مارسيل كولر عليها لعيبه النادي الاهلي عشان يتجنبوا وما يقعوش في نفس الاخطاء تاني. فكره عدم الحفاظ على الريتم ويكون في اخطاء ومسباص، والاداء بنشوف اداء بعض اللعيبه بيبدا ينخفض نسبيا. الماتشات دي النهائيات قلنا قبل كده all swell that ends well، العبره بالخواتيم، والمباريات والبطولات تكسب ولا تلعب وحاجات كتير جدا. وفكره ان النادي الاهلي كان يدخل فيه اهداف في الدقائق الاخيره على غير عاده النادي الاهلي ملك البلاس 90. العادي الطبيعي كعاده النادي الاهلي بنشوف فيه توازن في الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه، ده العادي وده الطبيعي للنادي الاهلي. ونبه عليهم كمان على فكره عدم استغلال اشباه وانصاف الفرص، مش بس الفرص المؤكده زي ما اتكلمنا. ونبه على محمد عبد المنعم قلب دفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر، فكره الاحتفاظ بالكره بشكل كبير مبالغ فيه، مش الاحتفاظ العادي اللي هو المطلوب. وفكره التعالي، وده شفنا حصل اخطاء كتير جدا من محمد عبد المنعم بسبب الكلام ده. الماتشات دي ما بتستحملش تمن خطا، النهائيات دي ما فيهاش تمن خطا، الغلطه بفوره. وزي ما اتكلمنا المباريات والبطولات تكسب ولا تلعب، ده اللي نبه، دي اهم النقاط اللي نبه عليها مارسيل كولر لعيبه النادي الاهلي، طبعا مع العوامل التانية اللي بترجع للمدير الفني، التكتيك وبدايه التشكيله الصح من البدايه، وان انا احافظ على الريتم ويكون في ريتم سريع في اللعب والضغط العالي والضغط المتقدم. ما حسسش الفريق المنافس ان انا بلعب بره ارضي. ليه؟ لان طبيعي هتلاقي جدا حشد جماهيري كبير، وهتلاقي لايزر ومايزر وكايزر، وهتلاقي حوارات وهتلاقي افلام وشماريخ واخطاء تحكيميه. ادينا بقول من دلوقتي اهو اخطاء تحكيميه وعامل عبيط وعامل مش شايف، والفار نايم، مفيش اي حاجه خالص. وهتلاقي واحد بيجري في الملعب عادي كده عمال يلف. هتلاقي حاجات كتير جدا. انا بقى نازل عارف ان ده وارد يحصل ووارد بنسبه كبيره يحصل، ولاعيبه تضيع وقت من الفريق المنافس. انا عارف الكلام ده، يبقى نازل عامل حسابي عشان لما يحصل عادي جدا ما تفاجئش وده ما ياثرش على ده، ما ياثرش عليا ويدربك حساباتي ويحصل خلل وعدم توازن. دي برضو من اهم النقاط. لازم ابقى نازل يكون في تنوع في اللعب واختراقات وفتح المساحات زي ما اتكلمت، ما حسسش الفريق المنافس ان انا بلعب بره ارضي وفي رهبه وفي خوف، مفيش الكلام ده. انزل لازم يكون فيه تنوع ولازم يكون فيه اداء هجومي لو نسبيا، ما بقولكش طول ال 90 دقيقه ولا الكلام ده، بس اخد اللي انا عايزه، ابقى رايح انا عارف انا عايز ايه، انا رايح هدفي التعادل فقط لا غير. وده مش وحش يعني، ده كنتيجه لما اجي هنا في ماتش الذهاب دي حاجه في صالحي مش مشكله، ولا انا رايح هدفي الفوز مع الحفاظ ان انا ما يدخلش فيا اهداف. ده برضو عامل مهم جدا، وده من وجهه نظري اللي انا برجحه لما اروح هناك واجي واكسب. لو الماتش طلع 1-0 دي نتيجه جميله، نتيجه هتريحني جدا وما يخشش فيا جون، او لو جبت اكتر من جون تبقى خير وبركه، ما يعني هتبقى حاجه اكتر واكتر في صالح النادي الاهلي. طيب ايه تاني المفروض على لعيبه النادي الاهلي ان هم يتجنبوا الوقوع فيه؟ وقبل ما نتكلم عن اللي يتجنبوا الوقوع فيه، النادي الاهلي كسكواد وكلاعيبه الاغلبيه اكتر للنادي الاهلي عن فريق الترجي التونسي كسكواد ولاعيبه. فريق الترجي التونسي اللي بيلعبوا ماشي عنده كام لعيب في نص الملعب، 3 مع قلبين دفاع بيقدروا
يبنوا اللعب ويطلعوا بالكره لقدام ويعملوا الزياده العدديه والكرات الطوليه وكل الكلام ده. هم قلبين دفاع وثلاثه في نص الملعب مع رودريجو مع الشعلاني ده ولا غيلان الشعلاني، يعني 5-6 لعيبه عندهم اخطاء. النادي الاهلي برضو عنده الاغلبيه افضل للنادي الاهلي. الباكين بتوعهم اللي هو المفروض على عكس النادي الاهلي، عندك محمد هاني، عندك علي معلول، او مثلا اكرم توفيق، بنشوف زياده عدديه، بنشوف في الناحيه الهجوميه او في الناحيه الدفاعيه. ده بالنسبه الباكين بتوعهم على قدهم خالص، طيبين. نفس الكلام الوينجين اللي هما بيمثلوا خطوره كبيره جدا في التدعيم بالناحيه الهجوميه، ما عندهمش في حته الزياده العدديه والتغطيه العكسيه في الناحيه الدفاعيه. يعني الغلبه اكتر للنادي الاهلي كسكواد وفنيا وبدنيا وكل الكلام ده، الغلبه اكتر للنادي الاهلي. فلازم لعيبه النادي الاهلي يبقوا نازلين وعارفين الكلام ده. يان ساسي ده اللي هو هيلعب على علي معلول، لازم يكون فيه لعيب من لعيبه اللي هو اكرم توفيق او مروان عطيه بيغطي في ظهر علي معلول عشان يمنع خطوره يان ساسي. دي برضو نقطه مهمه جدا. حاجه من ضمن الحاجات الايجابيه برضو مصطفى شوبير، وجود مصطفى شوبير وتألقه الفتره الاخيره مع النادي الاهلي في البطولات، في بطوله دوري ابطال افريقيا مع عامل كلين شيتس. كمان امان مميش اللي هو حارس الترجي نفس الكلام برضو عامل كلين شيتس. لا فلو هتحسبها كسكواد، لا النادي الاهلي افضل. لكن معنوي اللي هيترجم ده كله، اللي هيترجم كل الكلام ده والايجابيات دي كلها، لازم النادي الاهلي معنويا يبقوا عندهم الدفعه دي، يبقى عندهم الثقه دي، يبداوا البدايه دي. ابقى عارف ان انا يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي، حتى تاريخ المواجهات بين الفرقتين النادي الاهلي والترجي. في 20 ماتش النادي الاهلي فايز في 10 وتعادلوا في 6 وخسر في 4. فتاريخ المواجهات والبطولات والانجازات والانتصارات وكل الكلام ده، الافضليه اكتر للنادي الاهلي. لو لعيبه النادي الاهلي نفذوا الكلام ده باذن الله النادي الاهلي هيحقق نتيجه ايجابيه في ماتش الذهاب، وكمان في ماتش العوده، وهتكون النجمه السنه 10 للنادي الاهلي. بالنسبه للعيبه اللي مارسيل كولر استبعدهم من قائمه الفريق، عمرو السوليه واحمد عبد القادر للاصابه، وكوكا. وناحيه الشمال زي ما اتكلمنا احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وكريستو، وفي برضو خالد عبد الفتاح. اللي مارسيل كولر ضمهم ياسر ابراهيم واليو ديانج، وبنسبه كبيره ممكن نشوفهم بيشاركوا، وانا افضل ياسر ابراهيم بعيدا بقى عن اي حاجه واداء رامي ربيعه لو هتقارن بين ياسر ابراهيم قلب دفاع ورامي ربيعه، لا انا افضل ياسر ابراهيم. لسه راجع من اصابه فتره طويله، وادى البرنامج التاهيلي من فتره كبيره، وجاهز فنيا وبدنيا. انا افضل ياسر ابراهيم، اسرع واخطائه اقل من رامي ربيعه، ده سواء هو او محمود متولي. ده غير ان هم عندهم ناحيه ايجابيه في التقديم من الناحيه الهجوميه في الركنيات والكرات العرضيه، عندهم مميزين جدا. فانا افضل زي ما اتكلمنا يا اما ياسر ابراهيم يا اما محمود متولي، ووضحنا وقلنا ليه ياسر ابراهيم او محمود متولي افضل في ايه مقارنه برامي ربيعه. وتاني بنبه على نقاط الضعف لفريق الترجي التونسي، الباكين بتوعهم اليمين والشمال على قدهم جدا سواء هجوميا او دفاعيا. قلبين الدفاع اللي هم نقاط قوه في التدعيم بالناحيه الهجوميه، برضو في نفس الوقت بيمثل عليهم خطوره ونقطه ضعف، بيتقدموا كتير بشكل مبالغ فيه، ده انا اقدر استفيده في ايه؟ في الكرات الطوليه، في الهجمات المرتده، من غير ما اقع في مصيدة التسلل، اتجنب الحته دي. كمان الاجنحه عندهم برضو ما بيقدروش يقوموا بالادوار الدفاعيه. اذا لما نيجي نتكلم بقى باكين على قدهم ونجيم ما بيعملوش الزياده العدديه في التدريب بالناحيه الدفاعيه. حتى لعيبه نص الملعب اللي هم بيمثلوا خطوره جدا مع الونجين في الهجوم، قوه هجوميه كبيره جدا، برضو في خلل في الناحيه الدفاعيه. يبقى لازم لعيبه النادي الاهلي ابقى انا نازل حاطط ده تارجت لازم انفذه عندي. ده هيتمثل فيه، هيترجم ازاي، هنشوفه ازاي. نشوف النادي الاهلي زي ما اتكلمنا الدفعه المعنويه
واخد عنده الشراسه الهجوميه، مش شاغله زي ما اتكلمنا لا ليزر ولا مايزر ولا الافلام والحوارات دي ولا تضييع الوقت. ابقى نازل عارف الكلام ده وانوع لعبي، اشغل الاطراف. انا النادي الاهلي عنده افضليه اكتر في الحته دي، علي معلول مع حسين الشحات، او علي معلول مع رضا سليم، نفس الكلام ناحيه اليمين محمد هاني او اكرم توفيق مع بيرسيتاو او كريم فؤاد. اشغل الجبهتين، يكون في تنوع في اللعب واختراقات وفتح مساحات، وده الدور ده بيقدر يقوم بيه بشكل كبير امام عاشور. وشفنا برضو في المرتدات بنشوف اكرم توفيق في التحول من الدفاع للهجوم بيقوم بشكل كبير جدا. ده باختصار اهم النقط، اهم العوامل اللي لو لعيبه النادي الاهلي نفذوها وباذن الله ينفذوها، النادي الاهلي هيحقق نتيجه ايجابيه ويقدر يكسب في رادس عادي جدا. مش اول مره على النادي الاهلي، كسب كتير جدا، فاز على الترجي كتير جدا في تونس على ملعبه في رادس عادي جدا. وباذن الله النادي الاهلي يكون موفق وتكون النجمه السنه 10 للنادي الاهلي. بالنسبه لاخر اخبار الفارس الابيض نادي الزمالك واللعيبه اللي هيكونوا مستبعدين بشكل كبير، ان هم نفس الكلام. شيكابالا لسه ما تعافاش من الاصابه في العضله الاماميه، مصطفى شلبي لسه بيعاني من الاصابه في العضله الضمه، وطبعا غياب الونش وعبد الشافي وكل الكلام ده. مفيش غير لسه راجعين رؤى جاهز للمشاركه ويوسف اوباما. نادي الزمالك كان واضح لنا كلنا نفس الكلام برضو اللي قلته في النادي الاهلي، نادي الزمالك يقدر يعمله، عنده يشغل اطرافه، عنده عمر جابر، عنده زيزو، عنده احمد فتوح، عندي ابراهيم نضاي اقدر استفيد بيه، عندي غير ابراهيم نضاي عندي يوسف اوباما اقدر استفيد بشكل كبير جدا. اللي يختلف معايا بقى على يوسف اوباما اختلف براحتك، لكن لعيب خبرات، شارك عنده الخبره في النهائيات، وشارك في نهائيات كتير جدا، ولعيب ما حدش يختلف عليه فنيا. فمحد هو لعيب بحالات لكن اكيد في الماتشات دي ما بقاش فيه مجال زي ما اتكلمت لتمن الغلطه. ده بالنسبه برضو لنادي الزمالك، في محاولات طبيه مكثفه عشان مصطفى شلبي يشارك حتى لو شوط واحد مع نادي الزمالك. يا اما مصطفى شلبي، عندك ابراهيم نضاي، عندك يوسف اوباما اللي كان بيفتقده نادي الزمالك الماتش اللي فات ومش هقع فيه تاني، ان انا كنت بلاعب سامسون اكينولا بلعب وينج شمال، وده غلط. كل كوره سامسون كان بيستلم ما كانش فيه استلام، كل كوره اخطاء مس باص، بدا ده يتحرك اللي احنا كنا يعني بنفتقده. الشوط الثاني بدانا نشوف روح وجرينتا وشكل لنادي الزمالك. مش لازم يخش فيا جون، مش لازم تحصل كارثه عشان ابدا ويوا وابدا ارجع تاني للريتم بتاعي والعب بقى ريتم وتنوع واجري وجرينتا واكون النجيله وكل الكلام ده. ملعب كده من الاول، وده برضو اللوم مش على اللعيبه فيه لوحدهم، اللوم على المدير الفني اللي ما اتعلمش من اخطاء الماتش الاخير في الدوري قدام سموحه وكرر نفس البلوه في نهائي كونفدراليه. فربنا يستر وباذن الله الكونفدراليه تكون لنادي الزمالك. وجهاز الكوره بنادي الزمالك بيحسم موقف التجديد لصخره نادي الزمالك حمزه المسلوسي اللي مقدم بشكل كبير جدا ومتالق مميز جدا مع نادي الزمالك الفتره الاخيره، سواء كقلب دفاع ومساك او باك يمين. هيتم التجديد وتمديد عقد حمزه المسلوسي مع نادي الزمالك لمده موسمين، ويتم الاعلان بشكل رسمي بعد الانتهاء من بطوله الكونفدراليه الافريقيه. ده بالنسبه لصخره الدفاع في نادي الزمالك. طبعا في مشاكل عند حسام عبد المجيد واضحه لينا كلنا واخطاء كارثيه. يا جماعه الماتشات النهائيات دي لازم ابقى عارف ان الفريق المنافس حاطط في دماغه من ضمن التكتيك ومن ضمن الحاجات دي برضو فكره ان انا اخلص الليله دي، اخلص الموضوع ده من بيلين، اخش اعمل دربكه، اعمل حوارات، اي حلول فرديه، اي فنتات، اي تغيير اتجاهات، اعمل دربكه، اعمل زياده عدديه، افتح مساحات، كرات طوليه، الحاجات الفنيه دي وارد من ركنيه. يبقى لازم اخد بالي جدا من التركات الصغيره دي وما اقعش فيها، فكره ضربه جزاء او ركنيه او مش عارف الحاجات الصغيره. لكن الفريق اللي يتفوق على الثاني فنيا بقى وبدنيا كوره وعلى الارض وتكتيكيا وكل كده، هو ده اللي هيستحق الفوز وهيلعب لاخر نفس، والريتم بتاعه مش هيقل ومش هيكون فيه مس باص واخطاء والكلام ده كله. هو ده الفريق اللي هيستحق الفوز سواء بالكونفدراليه او بدوري ابطال افريقيا.
ابن 100 عقبه محمود الحلواني اللي بيشارك مع فريق المدافع صاحب 26 سنه اللي بيشارك مع فريق لافيينا، والفريق اللي مرشح ان هو للصعود الدوري الممتاز بنسبه كبيره برضو يكون موجود في نادي الزمالك. لعيب ومدافع مميز جدا لحد دلوقتي مع فريق لافيينا، ساهم في 5 اهداف وصنع، سجل 5 اهداف وصنع 4 اهداف مع فريقه، ومن القوام الاساسي لفريق لافيينا، من المدافعين المميزين جدا في تحضير وبناء اللعب والتحركات، مميز جدا في العاب الهواء. يا رب اتمنى ان لعيب زي ده يرجع تاني لبيته لنادي الزمالك، ونحل ازمه القيد والدنيا تروق وبالراحه ومن غير صداع، ونرجع تاني لمدرسه الفن والهندسه. حبايبي واخواتي، والحلقه عجبتكم ما تنسوش دعمونا بلايك واشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في كومنت. سلام.